بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد مثال اننا بنعمل سيستم لمدرسه وهنحتاج ناخد بيانات بتاعه الطلبه. تعالوا نكتب الكلام ده مع بعض على شكل كومنت زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت. فاحنا هنجمع بيانات ستودنت. الستودنت ده انا هبقى محتاج اعرف عنه ايه. عاوز مثلا النيم، عاوز اعرف الايدج بتاعه، عاوز اعرف الليفل او المستوى الدراسي اللي هو فيه، عاوز اعرف الديجري. على سبيل المثال كل نوع من انواع البيانات ليه نوع عندي لازم اكون عارف. يعني لما اجي اخزن الاسم بتاع الشخص مش زي ما حاجه اخزن العمر بتاعه، مش زي ما حاجه هخزن السنه الدراسيه، مش زي ما حاجه هخزن الدرجه بتاعته. كل دي انواع للداتا. عشان نعرف كل نوع معانا فاحنا هنستخدم حاجه في فيديو النهارده اسمها تايب. دي بيلت ان فانكشن معايا في اللغه بتساعدني اعرف انواع الداتا. هنيجي تحت ونكتب برنت زي ما اخدنا في الاوامر قبل كده. عاوزك تطبع لي التايب بتاع الرقم 10. لو جيت وعملت رن هلاقيه طبع لي التايب انت. فانت عندي ده اللي هو الرقم انتجر. طيب لو احنا جينا وعملنا برنت للتايب سالب 5 فهيكون برضو عندي انتجر. لو جيت وعملت رن عشان اتاكد هلاقيه طبعا لي الاثنين من نوع ان. لو جينا وعملنا برنت للتايب 100.3 فهنيجي ونلاقيه فلوت. فالفلوت ده بيجي يتطبع مع الارقام اللي فيها كسور او ارقام عشريه اللي هو بيبقى floating point number. طب لو جيت وعملت برنت لتايب 99.12345 وزودت الارقام اللي بعد العلامه العشريه هيكون برضو فلوت اللي هو floating point number. لو جيت وعملت رن برضه عشان اتاكد من حاجه زي كده هلاقيه طبعها لي برضه ايه فلوت. لو جيت وعملت برنت للتايب سالب 9.8 هيكون برضه عندي فلوت. وعندي نوع كمان من انواع البيانات اللي احنا اخدناه في اول فيديو وكنا بنتعلم السنتكس لما كنا بنقول هلو وورلد. لو جيت هنا وعملت رن هلاقيه قال لي ان هو str ده اللي هو السترنج. عندنا كمان نوع من انواع البيانات وهو الليست. لما باجي اكتب ليست بيكون ما بين 2 براكت واكتب فيه الليسته بتاعتي زي كده. لو جيت وعملت رن هلاقي ان الداتا تايب اسمها ليست. لو جيت هنا اكتب الليست. عندنا كمان نوع من انواع البيانات طيب وده اسمه طابل وبيتكتب بين اقواس زي كده اسمها بارنسيز اكتب فيها الطابل بتاعي. لو جيت وشفت على النوع بتاعه هو اسمه طابل. معانا نوع كمان من انواع البيانات وده اسمه ديكشنري. ده بيشيل قيمتين وليكن القيمه الاولى هقول 1 و1، القيمه الثانيه 2 القيمه الثالثه 3. ده معناه ان بيبقى عندي كي وفاليو. فالكي بتاعي اسم 1، الفاليو 1، كي 2، الفاليو 2. وده هنخش فيه في تفاصيل اكتر فيديو هنعمله مخصص ليه. وده بيكون اسمه ديكشنري. لو جيت وعملت رن هلاقي اسمه ديك. في نوع كمان اسمه برنت. لما باجي اكتب على سبيل المثال 2 ايكوال 2 فانا هنا بسال هل الاثنين بتساوي الاثنين. فهنا القيمه يا تكون بزيرو او 1 فهي يا ترو يا فولس. وده بيكون عندي نوع اسمه بوليان او بول اللي هو بوليان. لو جيت وعملت رن فده نوع اسمه بوليان. ده هنحتاجه في فيديوهات كتيره جدا او في توبك كتير جدا هناخدها في الفيديوهات الجايه. كل نوع من انواع دي هنتعمق فيه اكتر. هناخد كل بيلت ان فانكشن هتحتاجها وانت بتستخدم الداتا تايب دي. ده كان فيديو بسيط بنعرف فيه مجموعه صغيره بين الداتا تايب اللي هنحتاجها في معظم الفيديوهات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.